بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحلقة دي هنكمل الجزء الخاص بنمذجة المشروع بتاعنا، وهنبدأ نرسم الكاميرات وهنشوف البلاطات الغير محلولة اللي موجودة عندنا أو البلاطات اللي مش متشالة، وهنبدأ نحلها عن طريق إن أنا أضيف عمود أو أضيف كاميرا عشان أبدأ أحل البلاطة دي أو أبدأ أخليها متشالة. هنروح دلوقتي نبدأ نضيف الكاميرات بتاعتنا، وزي ما اتفقنا هنبدأ نضيف كاميرات على الحدود الخارجية للمبنى. هروح دلوقتي في الدور المتكرر وهبدأ أرسم كاميرات على الحدود الخارجية بتاعة المبنى. هاجي من Structure وأقول له من هنا بيم، وقطاع الكاميرا اللي عندي أنا هاخد عرض الكاميرا 25 زي ما اتكلمنا في المحاضرة الخاصة بتحديد النظام الإنشائي للكاميرات. وبالنسبة لعمق الكاميرا هاخده 3 TS. عندي هنا البلاطة 220 ب3 يبقى عندي 660 ملي، يبقى عندي هاخد عمق الكاميرا 700، يبقى هحتاج عندي قطاع هنا اهو موجود عندي 25 في 70، والماتيريال بتاعت القطاع ده T30 اللي احنا حددناها. هبدأ أرسم الكاميرات بتاعتي بالشكل ده على حدود المبنى. بعد كده هاجي أعمل align للكاميرات دي على الحدود بتاعة البلاطة. بعد كده هاخد الكاميرا ده وأقول له TO، وأبدأ أخده من النقطة دي وأروح على الأعمدة اللي في الاتجاه التاني، وأعمل له align. أقول له align، أختار الخط ده، وبعد كده أختار الإيدج بتاع الكاميرا. بعد كده أختار الخط ده وأختار الإيدج بتاع الكاميرا بنفس الطريقة. أنا عندي العمود ده مش موجود. طيب بعد كده عشان أبدأ أحل الجزء ده، لو لاحظت هلاقي عندي هنا البلاطة مش محلولة، الجزء ده كله طالع كانتليفر. وعشان أبدأ أحل الجزء ده هاجي أضيف هنا عمود، وبعد كده هاخد كاميرا على العمودين اللي موجود عندي. هاجي أعمل سيلكت على العمود ده وآخد منه كوبي وأقول له CO، واخده من النقطة دي وأبدأ أحطه في الكورنر بتاع البلاطة. هاجي اعمل سيلكت على العمود ده وهو بيقول لي هنا ان البيز ليفل بتاع العمود ده هنا الفيرست. هقول له انا عايز البيز ليفل بتاعي هو الجراوند او الجراوند 02، والتوب ليفل بتاعه هيبقى عندي الفيرست، واقول له انتر.
بعد كده هاخد العمود ده واقول له CO، وهاخده بنفس الطريقة عندي في نفس المكان في الاتجاه التاني من البلاطة. بعد كده همسك العمودين دول عشان منساش وابدأ اعمل لهم رابليكيت في كل الادوار اللي موجودة عندي. دول كده موجودين في الفيرست، هاجي من هنا واقول له copy to clipboard، بعد كده paste align to selected level، وابدأ اختار basement 1، بعد كده هختار ground، بعد كده هختار السكند وبقية الادوار اللي موجودة عندي. بعد كده هقول له اوكي، هيبدأ يعمل لي رابليكيت للأعمدة اللي موجودة عندي في كل الأدوار. لو رحت دلوقتي في 3D هلاقي عندي دي كده الأعمدة اللي أنا ضفتها على الإدج بتاع المبنى. لو لاحظت دلوقتي هلاقي عندي هنا أنا كنت حركت الأعمدة دي، عملت لها align مع حدود البلاطة، والأعمدة اللي في الأدوار الباقية لسه موجودة زي ما هي. أقدر أجي أعمل لها align في 3D عن طريق إن أنا هاجي أقول له AL، وأبدأ أختار الوش بتاع العمود ده وأختار الفيس بتاع العمود ده. هلاقي عندي هنا الأعمدة بدأت تتظبط زي ما أنا شايف بالشكل اللي قدامي ده. أو ممكن أجي من Modify وأجي من هنا بدل ما أقول له Align وهبدأ أعمل العمود ده بنفس الطريقة، أقول له من هنا Align وأختار السيرفيس بتاعه، وكمان العمود ده عندي بنفس الطريقة. هلاقي عندي الأعمدة اتظبطت بالشكل اللي أنا شايفه قدامي. بعد كده هروح تاني في الفيرست وهبدأ آخد كاميرا عندي ما بين العمودين دول، وأقول له من هنا هاخد الكاميرا دي CO وأبدأ أحطها عندي في النقطة دي، وأبدأ أمسك الكاميرا من هنا وأبدأ أسحبها عندي لحد منتصف العمود وليكن. بعد كده هاخد الكاميرا دي من هنا CO من الإدج بتاعها وأجي من هنا أحطها في النقطة دي. هلاقي عندي الكاميرا اترسمت بالشكل اللي أنا شايفه قدامي ده. بعد كده عندي هنا لسه الكورنر ده في البلاطة لسه متحلش، ممكن أسيبها بالطريقة دي، وممكن إن أنا أجي ألغي العمودين دول وأبدأ أعمل حيطة بطول الجزء ده، وأبدأ أخد كاميرا على الحيطة والعمود، وده كده هيبقى حل مفضل بالنسبة لي عشان مقاومة المبنى في الزلازل. الكلام ده هيحسن من جساءة المبنى في مقاومة الأحمال الجانبية.
هاجي دلوقتي أروح في 3D وهبدأ أمسك العمودين دول وابدأ أدلتهم من كل الأدوار وهاجي من هنا برضو أعمل لهم ديليت وهروح في الدور الفيرست واجي أرسم كاميرا من النقطة دي لحد النقطة دي واعمل له align لحد وش المبنى وابدأ اعمل align للكاميرا دي وهاخد الكاميرا دي من هنا واقول له CO وابدأ امسكها من النقطة دي واروح اسحبها او احطها في النقطة دي بعد كده هبدأ ارسم عندي حيطة بالطول اللي موجودة عندي ده هاجي من structure واقول له من wall structure wall هختار هنا الوول 30 وهبدأ ارسم حيطة عندي بالشكل ده امسك الحيطة دي واشوف هنا البيز كونسترين بتاعها هو الجراوند 02 والتوب ليفل بتاعها هو الفيرست فلور هبدأ اعمل لها الاين بعد كده هاجي اخدها كوبي من النقطة دي واروح احطها هنا وابدأ اظبط الكاميرا بتاعتي عليها بعد كده هاجي امسك الوولز دي وابدأ اعمل لها رابليكيت في كل الادوار اقول له من هنا copy to clipboard بعد كده paste aligned to selected level بعد كده هبدأ اختار basement 1 بعد كده هنا هاخد الجراوند 2 بعد كده هاخد السكند والثيرد وبقية الادوار اللي موجودة عندي وهقول له اوكي بيقول لي هنا في اوفرلاب ما بين الوولز هلاقي عندي هنا في وولز واخدة بيز اوفست بتاعها 1.20 هقول له انا عايز الاوفست بتاعها بزيرو لو رحت دلوقتي في 3D هنشوف الشكل اللي احنا عملناه ده بقى موجود عندي الشكل ده وبالتالي بقت البلاطة او قدرنا نحل مشكلة البلاطة في الجزئية دي هروح تاني اقف في الفيرست عايزين نيجي هنا
نبدأ نحط كاميرا على الإيدج بتاع البلاطة. هاجي من البيم وهاجي أبدأ آخد كاميرا عندي من النقطة دي للنقطة دي وأعمل لها align، أو ممكن أظبط الجاستيفيكيشن بتاع الكاميرا دي بحيث أخليه يرسم رايت أو ليفت. بعد كده عشان أبدأ أشيل الكاميرا دي هاجي آخد كانتليفر صغير من الحيطة دي يطلع يشيل الكاميرا دي، وهاجي آخد كانتليفر من هنا يبدأ يشيل الكاميرا دي. هاجي من هنا من بيم وأبدأ آخد كانتليفر من النقطة دي. بعد كده هاجي أعمل له align لحد النقطة دي، وهاجي من هنا آخد برضو كانتليفر لحد النقطة دي، هاجي من هنا وأقول له align وأبدأ أعمل align للحاجات دي. بعد كده لو لاحظت هلاقي عندي الكاميرا كلها مفتوحة على بعضها ومش باين عندي فين الكاميرا الشايلة وفين الجزء المتشال. هنبدأ نعمل انديكيشن يوضح عندي فين الكاميرا الشايلة وفين الكاميرا المتشالة، ولكن ده هيبقى في الجزء الخاص بالانوتيشنز أو الديتيل لاين. وبنفس الطريقة هبدأ أحل الجزء ده أو الثلاث أجزاء اللي موجودين عندي داخل البلاطة، وهبدأ أعمل ميرور للكمر اللي موجود عندي ده، لأن لو بصيت عندي هلاقي هنا هو نفس الكتل أو نفس الكتلة اللي موجودة عندي في الأماكن دي، هي نفس الكتلة أو نفس جزء من البلاطة اللي حليناه بالشكل اللي احنا عملناه دلوقتي. هروح دلوقتي أبدأ أعمل الثلاثة دول عشان وقت المحاضرة، وهرجع لكم تاني نكمل رسم الكاميرات في الأدوار الباقية. دلوقتي أنا عملت التعديل ده في بقية الأجزاء بتاعة البلاطة ورسمت الكمر بتاعي في بقية الدور، وبكده نكون احنا حلينا الدور التيبيكال بالكمر بتاعه بالأجزاء الغير بتشالة أو اللي كانت غير محلولة في البلاطة. لو رحت دلوقتي في ال 3D هلاقي عندي بقى شكل الدور عندي بالشكل اللي أنا شايفه قدامي. طيب بعد كده هنروح لبلاطة الجراوند. عندي في بلاطة الجراوند كان عندي منسوبين، منسوب على زائد متر أو زائد 90 إنشائي، ومنسوب عندي على 0 معماري أو -10 إنشائي. طيب لو رحت دلوقتي في 3D وفعل من هنا السكشن بوكس، وابدأ أنزل على دور الجراوند. لو لاحظت عندي هنا كده في فرق منسوب، وهلاقي عندي بلاطة الفرق منسوب دي متحملة على الأعمدة الطرفية اللي موجودة هنا، وكذلك عندي البلاطة هنا متحملة على أعمدة طرفية.
وزي ما قلنا ان احنا هنبدأ نضيف كمر على الحدود الخارجية للبلاطات، وكمان عشان نبدأ نقلل قيم البانشنج على الأعمدة الطرفية، أو نمنع اختراق العمود للبلاطة في الأطراف بتاعة البلاطة. وعشان نبدأ نعمل الكاميرا بتاعتنا في الجزئية دي، هبدأ أعمل كاميرا فرق منسوب تبدأ تشيل البلاطين أو تلقط البلاطين مع بعض. وكاميرا فرق المنسوب دي هيكون عمقها عندي هنا ده زائد 90 وده ماينس 10، يبقى الفرق ما بينهم متر. وهبدأ أنزل بتخانة البلاطة، أو هزود تخانة البلاطة السفلية دي اللي هي تخانتها 220، يبقى عندي التوتال دبس بتاع الكاميرا 1220. عشان نبدأ نوضح القطاع ده هاجي أعمل ديتيل لاين، وشكل الكاميرا دي هيبقى عندي بالشكل اللي أنا برسمه ده. عندي هنا المنسوب بتاعي زائد 90 وده ماينس 10. هاجي أزود عليه تخانة البلاطة، يبقى عندي ارتفاع الكاميرا كلها من وش البلاطة لأسفل البلاطة اللي على منسوب ماينس 10، يبقى الدبس كله بتاعي 1220. هاجي دلوقتي أبدأ أرسم كاميرا الدبس بتاعها 1220 على الحدود بتاعة المبنى اللي موجودة عندي أو حدود البلاطات. هاجي هنا بس أظبط الفرق بتاع الأعمدة دي، أبدأ أقول له Align، وأجي من هنا أقول له Align للعمود ده كمان. هاجي أرسم من Structure وأقول له Beam، بعد كده هقول له من هنا Edit Type، بعد كده Duplicate، أنا عايز قطاع 250 في 1220 وأقول له من هنا أوكي، والإتش بتاعتي 1220 وأقول له أوكي، وأبدأ أرسم الكاميرا بتاعتي من هنا لهنا، وأبدأ أكمل رسم بالطريقة دي. هاجي أمسك الكاميرا ده واجي من هنا اقول له ميرور، او هبدأ ارسم انا الخط واجي من نص الخط ده وابدأ انزل بالشكل اللي قدامي ده، هيبدأ يعمل لي ميرور للكاميرا بتاعي على حدود البلاطة، وهبدأ اعمل الاين للكاميرا. وهبدأ اظبط حدود الكاميرات بتاعتي على وش الريتيننج وول، او ممكن اجي اقول له الاين وابدأ اختار الفيس بتاع الوول واختار الفيس بتاع الكاميرا، هيبدأ يعمل لي الاين بالشكل ده. بعد كده هاجي ابدأ ارسم كاميرا بي ام،
واجي اقول له من هنا انا عايز الكاميرا بتاعتي وابدأ ارسم الكاميرا دي. ممكن اجي اغير من هنا الواي جاستيفيكيشن واقول له انا عايزه وليكن رايت، وابدأ ارسم الكاميرا بتاعتي بالشكل ده، ليها اترسمت لفوق. وابدأ اجي ارسم كاميرا كمان، واجي اقول له الجاستيفيكيشن بتاعي هنا هيبقى ليفت، وهبدأ ارسم الكاميرا بتاعتي من هنا لهنا. ده هيبقى كانتليفر طالع من الوول دي، وهاجي من هنا اقول له الجاستيفيكيشن بتاعي هيبقى رايت، وابدأ ارسم الكاميرا بتاعتي بالشكل ده. لو رحت دلوقتي في ال 3D هلاقي عندي الكاميرا بتاعي اترسم بالشكل اللي انا شايفه قدامي ده. دي كده كاميرا فرق المنسوب، وهبدأ اعمل نفس الكاميرا بتاعتي على بقية الأجزاء بتاعة البلاطة اللي على منسوب -10. هبدأ أخلصها وأبدأ أرجع لكم تاني عشان وقت المحاضرة. دلوقتي أنا رسمت بقية الكمر بتاع الفرق المنسوب في كل الأجزاء اللي موجودة عندي، ولكن دلوقتي حابب أوضح حاجة معاكم. لو جيت دلوقتي على بلاطة زي دي وقفت على بلاطة فرق المنسوب، هلاقي عندي البلاطة بتاعتي دي كده الحدود بتاعتها، وبالتالي هلاقي عندي جزء من الكاميرا بتاعي أو جزء من البلاطة بتاعتي طالع كانتليفر. فممكن إن أنا أسيبها على الوضع ده وأبدأ أعمل لها أناليسيز، أو إن أنا أبدأ أجي أعمل كاميرا زي اللي أنا عامله ده، وبعد كده أبدأ أغير الحدود بتاعة البلاطة مع الكاميرا. هاجي من هنا وأقول له بيك، وأبدأ آخد خط كده وأجي أقول له تريم، وأبدأ أمسح الخطوط دي. بعد كده هقول له فينيش، بعد كده عايز اعمل الاين للكاميرا دي عشان ما كانتش مظبوطه. لو رحت دلوقتي في ال 3D هلاقي ده الشكل اللي بقى موجود عندي ده. لو جيت عشان اوضحه هاجي في الجراوند واجي من الكويك اكسس تول بار واقول له انا عايز سيكشن في المنطقه دي، وابدا اخد سيكشن وليكن بالشكل ده، واجي اسحب الرينج بتاع السيكشن كده، واجي اضغط دبل كليك على راس السهم، هيبدأ يفتح لي السيكشن بتاعي. لو جيت دلوقتي قلت له خلي لي نمط الرؤية بتاعتي شيدد، هلاقي عندي بقى شكل البلاطة بتاعتي او السيكشن بتاعي بقى بالشكل ده. كل اللي انا عملته ان انا رجعت كاميرا الفرق المنسوب من المكان ده للمكان ده عشان اقدر اخد الكاميرا على عمودية. وباجي هنا بنعمل هنا فوم كونكريت في الجزء ده بحيث ان احنا نقفله، ويبقى انا كده حققت فرق المنسوب اللي موجود عندي. هروح تاني في الجراوند وهبدأ اعمل ديليت للسيكشن ده. باقي عندي هنا في الدور الجراوند هو الجزء الخاص بالرمبات. لو رحت في ال 3D
هلاقي عندي هنا في رامب، والرامب ده مرتكز على أعمدة، ولو سبت الرامب ده كده مع أحمال العربيات هلاقي عندي هنا قيم البانشنج على البلاطة هتبقى كبيرة جدا، وبالتالي هاجي أعمل كمر مع الرامب أو مع إيميل الرامب. وعشان أبدأ أعمل الكمر ده هاجي من structure من beam، واجي أفعل من هنا ال 3D snapping، وأبدأ أختار من هنا من على حدود البلاطة، أضغط كليك، وبعد كده أجي هنا أضغط كليك في منتصف العمود تقريبا، هلاقي عندي الكاميرا اترسمت مع الرمل. عشان أبدأ أرسم كاميرا كمان هاجي آخد كاميرا من هنا لحد السبورت أو لحد نهاية البلاطة، أو كان ممكن إن أنا أجي أعمل الكاميرا دي متغيرة الدبس، بحيث إن هي تلقط البلاطة دي وتلقط البلاطة بتاعة الرام. هاجي كمان أضيف كاميرا هنا عشان أبدأ أشوف الكاميرا ده اترسم إزاي مع البلاطة، أو الوضع بتاعه اللي إحنا رسمناه دلوقتي شكله إيه. هاجي أقف هنا كده وأعمل تاب، هيبدأ يلقط الكاميرا اللي أنا رسمته. عشان أبدأ أعمل سيكشن بوكس خاص بالجزئية دي، بعمل سيلكت على الكاميرا كده، وباجي من هنا من الفيو هلاقي عندي هنا سيكشن بوكس، وسيكشن بوكس ده بيبقى خاص بالإليمنت اللي أنا بحدده. هضغط عليه كده هلاقيه عندي جاب لي سيكشن بوكس على الجزئية بتاعتي. هبدأ أمسك السيكشن بوكس ده وأبدأ أكبره بالشكل ده، وأكبره في الاتجاه التاني. هلاقي عندي الكمر بتاعي اترسم بالشكل اللي أنا شايفه ده. هاجي دلوقتي أمسك بلاطة الرامب وأجي من هنا وأقول له إيديت، وأبدأ أعمل ألاين للخط بتاع البلاطة مع وش العمود، وأقول له ألاين من هنا لحد وش العمود من هنا. بعد كده أقول له فينيش. هلاقي عندي ده كده شكل الكاميرات بتاعة الرمب، واترسمت مايلة مع الرمب زي ما احنا شايفين في الشكل اللي قدامنا ده. وبنفس الطريقة أقدر أرسم بقية الكاميرات اللي مع الرمب. لو رحت كمان في البيزمنت هلاقي عندي هنا الرمبين اللي بيطلعوني من -7 ل -3. هبدأ أعمل لهم كمر مع الميل بتاعهم عشان أبدأ أحل البلاطة بتاعتي one way في الاتجاه القصير بتاع الرمب. بعد كده هروح للفيرست فلور، وهاجي من هنا أبدأ أختار البلان بتاعي بالشكل ده. هبدأ أدلت البلاطة دي، هعمل سيلكت تاني على الشكل بتاعي ده، واجي من هنا واقول له فلتر، واقول له الفلور اوبننج كات محتاجها. بعد كده محتاج الفلورز، هشيل الجريدز مش محتاجها، اللاينز مش محتاجها، الشافت اوبننج لا، الاستراكشرال كولوم لا، والوولز مش عايزها، ولا الفيوز. انا كل اللي عايزه من هنا الاوبننج بتاع فلورز والفلورز والاستراكشرال فريمنج. بعد كده هقول له اوكي. بعد كده هاجي من هنا واقول له copy to clipboard، اقول له paste align selected level، وهاجي اختار من السكند لحد الروف واقول له اوكي. هيبدأ يعمل لي رابليكيت للعناصر دي في بقية الادوار. لو رحت دلوقتي في 3D هلاقيه عمل لي رابليكيت لكل الاليمنتس في كل الادوار.
وده كده كان الجزء الخاص بالحلقة بتاعتنا.